بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكل متابعين الغالين، إن شاء الله تكونون جميعا بألف خير وصحة وعافية. إجانا العيد ويا 100 هلا بالعيد، وأني كأم أحس روحي ملزمة لازم أسوي كليشة العيد، حتى لو تعبانة ما بي حيل، يعني أدوس على نفسي ولازم أسويها. وهي من اسمها كليشة العيد، بعد هاي هي تسجل الطابو باسم العيد. أنا بنات من كنت صغيرة يقولوا لي كنت تصحين لي كليشة، فاليوم بنات كليشة العيد سويتها بالبيض واللبن الخاثر، وحشوة التمر بذاك العيد خليت لها جوز، بهذا العيد خليت لها سمسم. شفتوا الطريقة؟ بالبداية سهيت السمسم، وبعد ما سهيته خليت شوية دهن حار، بعدها ضفت التمر، وطيت النار. ضروري نوطي النار بعد ما نضيف التمر، لأن التمر بسرعة يحترق بنات. واستمريت بهرسه على نار هادئة كلش إلى أن انهرس بشكل كامل. وبالنسبة لمقادير العجينة 4 أكواب طحين، ضفت لهم ملعقة كوب هيل وملعقة كوب بيكنج باودر ونص ملعقة شاي ملح. الإناء اللي خليت بيه الطحين وحبشكلاته شفته صغير، فحولته إلى إناء أكبر حتى آخذ راحتي بالتفتيت والعجن. أما بالنسبة للمقادير السائلة، هي عبارة عن كوب دهن وكوب لبن خاثر و3 بيضات. بالبداية ضفت الدهن للطحين، وهاي المرة ضفته شلتة واحدة، يعني ما خليتها بالتناوب. بالكليشة السابقة اللي سويتها برمضان ضفت الدهن والمواد الثانية اللي هو الحليب أو اللبن، ضفتها بالتناوب، يعني مرة أضيف دهن ومرة أضيف حليب إلى أن تخلص الكمية. ضفت الدهن واستمريت بتفتيته ويا الطحين يمكن مدة 5 دقائق إلى أن يتجانس بشكل كامل. إذا أريد أمزج الدهن بشكل جيد ويا الطحين بالكليشة يكون بهالطريقة، مو طريقة العجن. طريقة العجن متوالي من الكليشة. وبعد ما تفتت الطحين ويا الدهن بشكل جيد، راح أضيف اللبن الخاثر ويا البيض بالتناوب، مع الاستمرار بالعجن والتفتيت. هاي عندي شوية هيل زايد هم ضفته للعجينة. عجن الكليشة شوية يرادلها تعب، يعني يرادلها وحدة عندها همة وقوة تشتغلها، أما شوف روحها ما بيها حيل ونزاكة خلي تذبها على غيرها. وعادي إذا ما تقدرين تعجنيها بإيدك تعجنيها بالماكينة. أكيد هسه الكليشة الجاهزة اللي موجودة بالأسواق يعني ما يعجنوها بإيديهم، أكيد يعجنوها بالمكاين، وهم تعطي نفس النتيجة. بس بصراحة إحنا بنات نحب نعجنها بإيدينا، يعني هاي جزء من مكملات طقوس العيد. هذا الطحين اللي دا استعمله هو طحين الصفر مالت الوجبة اللي استلمناه برمضان، بس احنا ما استلمناه بأيام العيد، استلمناه بعد رمضان، فبقى عندي وضميته بالمجمدة واليوم استعملت من عنده. أني بنات إذا عندي طحين صفر زايد بالصيف أضمه بالمجمدة حتى أحافظ عليه، لأنه الدنيا حارة. بالشتاء عادي أخليه بالمخزن، بس بالصيف لا والله بسرعة يدود ويقمل. وحتى البهارات إذا عندي من عندها مطحون وكميته شوية زايدة هم أخليه بالمجمدة، لأنه إذا عيفه بالصيف بالمطبخ 100% يتلف، يصير إكسباير ونكهته وريحته تروح. اليوم جربت السمسم مكان الجوز، ولو الجوز يبقى جوز لا يعلى عليه. وهسه مع اللاوي راح تطلق العنان لإبداعاتها وخيالها تشكيل الكليشة. وإذا اعتمدنا على الخيال أكيد الخيال مرة يشطح ومرة ينطح. وسبحان الله على العيد وفرحة العيد، خصوصا للجهال الصغار. أنا من كنت صغيرة العيد يعني لي شيئين: العيدية زائدا المراجيح والألعاب، وكنا نفرح بتزاور أهلنا، يعني هم يزورونا إحنا نزورهم، هم هذا الشيء كان كلش يعنينا، شوية يكسر الروتين اللي عايشيه بأيامنا الاعتيادية. أما بالنسبة للثوب الجديد فقصة قصة، لا أطلع لا ويا عمة ولا ويا خالة، لأن أمي متوفية الله يرحمها برحمته الواسعة، ووالدي كان موجود. أطلع ويا والدي أروح للسوق، ياخذني ماكو محل ما يمررني عليه إلى أن يشوفني أقتنع بالثوب اللي يعجبني، مهما كان سعر هذا الثوب يشتري لي إياه. ورغم هو رجال ما عنده واهس مثل المرة بهاي الشغلات، بس كان يطول كلش خلق وياي ويصبر ويظل يفتر وياي إلى أن أشتري الحاجة اللي تعجبني. ورغم حالته المادية كانت مو ذيك الحالة، ما أتذكر إنه كسر خاطري بهذا الموضوع نهائيا، دائما يفرحني. لذلك دعوتي لكل أم وأب أقولهم لا تكسرون خواطر أبنائكم، حاولوا قدر المستطاع تدخلون الفرحة بقلوبهم،
بالعيد وبغير العيد. وترى الفرحة بنات مو بالسعر الغالي والفخفخة والمظاهر، لا والله، أشياء بسيطة وأسعارها كلش مناسبة، بس تكون حلوة ومرتبة وتدخل الفرحة بقلوبهم. احنا دا نعيش بهذا الوقت اللي يسمونه عصر السرعة، وبالفعل عصر السرعة. دا تشوفون كل شيء يمشي على السريع، حتى السنين تركض ركض. فالإنسان شوية خلي يعطي فرصة لنفسه بهاي الأيام اللي هي ما تتعدى لها 4 أو 5 أيام، شوية يغير هذا الروتين، يكسر هذا الروتين المتعود عليه. الحياة مو بس كد وتعب، هم شوية نعطي فرصة لهذا العقل، للقلب، للعين، للسمع، يرتاحون، يسترخون، يعيشون أجواء بعيدة عن هاي الأجواء اللي دائما مشحونة. واليوم حتى الشاكوش ما سلم من خيال معلاوي بتشكيل الكليتشة. بنات أنا هذا سميه شاكوش، أستخدمه دائما أضرب بيه اللحم حتى تصير بيه شوية طراوة. ومن الشغلات الحلوة اللي كنا نشوفها بالعيد من كنا صغار، ويعتبر طبعا هذا الموضوع بديهي. الناس كانت مهما كان الخلاف بيناتهم، خصوصا الأقرباء، ومو بس الأقرباء، حتى بين الجيران، بين المعارف، العيد هو عنوان للتصالح. بذاك الوقت من كان يصير خلاف أو مشاكل بين المعارف والأقرباء، كأنما ينتظرون العيد حتى يصالحون. وإذا هم ما صالحوا، نشوف أشخاص آخرين من أقربائهم يتدخلون ويصالحوهم بالعيد. هاي العادات الحلوة، وهي أكيد بمقاييس رب العالمين كلش كبيرة، أتمنى الناس ما تفرط فيها بهاي المناسبة. للأسف بالسنين الأخيرة بدأت الناس تتغير، فصار عندهم كلش عادي إذا الأخ متزاعل ويا أخوه، الأخت متزاعلة ويا أختها ويا أخوها، يجي العيد ما واحد يزور الثاني ولا يصالحون. مع العلم قلت لكم بنات قبل، العيد هو عنوان للتصالح. أكو بعض الناس للأسف تاخذهم العزة بالنفس والكبرياء، ما يكون هو صاحب المبادرة بالتصالح، ونسى دعوة رب العالمين للبشر اللي يقول خيركم من يبدأ بالسلام. والله سبحانه وتعالى يعرف البشر وطبيعته، لذلك قال خيركم من يبدأ بالسلام، لأن يعرف طبيعة النفس البشرية هي دائما ميالة للسوء إلا ما رحم ربي. لأن الإنسان بطبعه دائما يريد يحصل الشيء اللي يفيده، وين يفيده بالدنيا، ما يفكر بالآخرة. مع العلم هاي الأعمال اللي أنا أعتبرها مبادرات نحو الخير من قبل الإنسان بها فائدة للإنسان بالدنيا والآخرة. لأن الإنسان اللي عنده محبة وصلة رحم ويا ناسه وأهله ومحبة إلهم، أكيد رب العالمين راح يثيبه بالدنيا والآخرة. والحديث بهاي المواضيع طويل ومتشعب ويحتاج من عندنا وقت، والفيديو مالتنا قصير ما يتجاوز له 11 دقيقة، فخلونا نرجع لكليتشتنا. الفرن مال طباخنا كبير، لذلك تكون صينيته كبيرة، يستوعب كمية كبيرة من الكليتشة. هاي الجزئية كلش مريحتني بصراحة. لو كان الفرن مالتنا صغير والصينية مالته صغيرة، يمكن أتعاجز أسوي الكليتشة، لأن أكيد راح تحتاج من عندي وقت أطول حتى أشويها. وبعد ما أشكل الكليتشة وأخليها بالصينية، أدهن الوجه مالتها بصفار بيضة وقليل من الحليب، وأحيانا أكتفي بس بصفار البيضة. وقبل ما أدخل الصينية ب10 دقائق أفتح العين الجوانية، أخليها مفتوحة على نار متوسطة حتى يحمي الفرن. ومن أدخل الصينية بالفرن أنزل العين الجوانية على أوطى درجة، وأفتح العين الفوقانية هم على أوطى درجة، وأخلي الصينية بوسط الفرن حتى تجيها الحرارة من الجهتين الفوقانية والجوانية بنفس المستوى. والكليتشة مو مثل الكيك لما أدخلها بالفرن. الكيك يحتاج من عندي تقريبا نص ساعة يلا أقدر أفتح الفرن، وإلا تنزل تهبط. أما الكليتشة إذا خليتها بالفرن بعد 10 دقائق أروح أشوفها. في أغلب الأحيان الكليتشة اللي موجودة بوسط الفرن تستوي أسرع من الكليتشة الموجودة على الحواف، لذلك تحتاج متابعة باستمرار حتى ما تحترق. شوفوا حبايب، قبل ما تكون عندي قناة كنت أسوي الكليتشة دائما قبل العيد لو بيوم لو بيومين مو أكثر، بس ما صارت عندي قناة، صار عندي التزام اتجاهكم، يعني لازم أسوي الفيديو مالت الكليتشة قبل العيد بأسبوع ب4 أيام. أعتبر هذا الفيديو هو تحفيزي حتى يشجع بعض الأخوات المتابعات اللي ربما يترددون أو يتكاسلون عن الكليتشة، لا يقومون ويسووها. وهاي الكليتشة ما شاء الله عليها هشة ومقسبة، وبنفس الوقت بيها لمعة.
أعتقد الفضل كله يرجع للطحين، مبين الطحين كل الزين. وهسه حبايب وصلت وياكم من نهاية الفيديو. أتمنى لكم أوقات سعيدة بهاي الأيام المباركة، وأقول لكم عيد سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله رب العالمين يحقق أمانيكم ويفرحكم بأحب الناس إلكم إن شاء الله. بس لا تنسون إذا عجبكم هذا الفيديو تدوسون على زر اللايك ثم اللايك ثم اللايك، وشاركوا أصدقائكم ومعارفكم حتى يوصل الأكبر عدد من المشاهدين. أستودعكم الله ودمتم جميعا في حفظ الرحمن.